بدل بقى ما نروح اسكندريه النهارده الفلاح دلوقتي في الكوربه. يلا بينا نشوف الفلاح معانا النهارده. دلوقتي عم وحيد في الكوربه والفلاح. ده الاصلي، ده اللي مفيش منه الخير، ده اللي ما بيتقلدش. قول يا دوحة. واحد بلدي رقم في ناس كتير في القاهرة حاولوا ان هم يقلدوه، ولكن هو جالهم من اسكندرية مخصوص علشان يثبت نفس السندوتش اللي بيقدمه في اسكندرية. عم وحيد اصل الكبده في القاهره دلوقتي. هنجرب بقى الصينيه اللي بقالنا ساعتين عشان ناخدها. هو بصراحه جامده. اول حاجه ال10 سندوتشات بصينيه زي كده ب 200 جنيه. احلى حاجة عندهم ان الكبدة على طول طازة وبتجيلك كده على طول، مش مفرولة ولا اي حاجة من الكلام ده، وطعمها بصراحة خطر. صورت بقى في العربيه عشان الكلاب حوالين المنطقه مش عارف اصور. حرفيا الريحه بصراحه الكلاب حقها تتجنن. شوف بقى ايه ال10 تنصاص دول، الريحه نفسها مجننان انا. تخيلوا بقى الكلاب. رشه الليمونه بقى كده على الكبده وتدي يا باشا ايه على طول. بسم الله. اقول لك بقى الفلفل المولع يضرب فوق في حته تانية. بصراحه يستحق الزحمه والطعم خرافه بجد. الطعم يستاهل والكلاب مش سايبني. طبعا الواحد لما يروح ما يجيبش، يعني لازم يجيب اقل حاجه 20 نص 10 تنصاص علشان غير كده مش هيشبع. بس هي ككبده جامده قوي. تحط عليها بقى الليمون وتدي يا باشا. الكبده قطع مش مفروله بقى والكلام ده، لا. فده اللي حلو. والتيست بتاع الكبده نفسه خرافه بقى. ما تحطش طحينه بقى ولا بيحط اي حاجه. هو رشه الليمونه مع الفلفل الحلو مع قطمه الفلفل بيخليها في حته تانية بصراحه. الحلو بقى اللي فيها ان هي فيها ايه، لسعه شطه. يعني هي مش سبايسي قوي، يعني الناس اللي ما بتحبش الشطه، وفي نفس الوقت الناس اللي بتحب الشطه فيها سنه شطه كده. علشان ايه؟ لما بتبقى ما فيهاش اي حاجه خالص ما بتبقاش طعمها حلو. بس عجبني التيست بتاعها. وعندهم كذا بقى عرض، يعني عندهم كذا صينيه. عندهم بال20 وفي بالخمسة وفي بال10. شوف بقى انت عايز انهي. بس اقل من 5 ما تاكلش سواء كان صغير او كبير، لان فعلا النص يعني قطمتين وانت بقى وتدوس بقى. شوف انت عايز كام نص. بص واقف بص مستنيني ازاي من الريحه. والله لا اديك نص. استنى. فرم الكبدة بصراحة طعمها يجنن وريحتها تحفة. بس وده كان فيديو النهارده. وقول يا دوحه.